أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ريهام أبو الحسن، وجه جديد في البرلمان المصري أثار الجدل من أول إطلالة. ريهام أبو الحسن النائبة الجديدة في مجلس النواب أثارت إعجاب الجميع بجمالها ورقتها أثناء أدائها اليمين الدستورية. هي طبيبة صيدلانية خريجة الجامعة الألمانية بالقاهرة، وتعمل حالياً كخبيرة دوائية في مستشفى نسائم. أبرز معلومات عنها: تنتمي إلى قرية القلعة بمركز قفط في محافظة قنا، ابنة النائب السابق أبو الحسن رمضان صديق، عضو مجلس الشورى الأسبق، عضو في حزب مستقبل وطن. وقائمة الجيزة والصعيد أكدت أن دعم الشباب وتمكينهم يأتي على رأس أولوياتها البرلمانية، تسعى لدعم خطط الدولة الهادفة إلى تقليص الفجوة التنموية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية. ريهام أبو الحسن تعتبر نموذجاً للمرأة المصرية الملهمة، وستساهم بلا شك في تعزيز دور المرأة في المجتمع المصري.